منذ قليل مشادات حادة بين الجزائر وأمريكا وروسيا والصين والمغرب، كلهم راهم حاضرين حتى في آخر دقائق قبل ما يبدا التصويت. هل كيفاش راح يكون هذا التصويت لصالح الصحراء الغربية ولا لا ليمرر؟ صلوا على النبي وداروا لنا الإعجاب والاشتراك متابعينا حتى في آخر دقائق من التصويت على مشروع القرار المسودة اللي طرحتها أمريكا، واللي أجرت عليها العديد من التعديلات، واللي ما عجبتش النظام المغربي، لأنه النظام المغربي في البداية كانت عجبته لأنه كانت المسودة طرحها الحكم الذاتي وفقط، يعني تقريبا يدي المغرب الصحراء الغربية بدون أي مقابل ويديها بكل سهولة، الشيء اللي ما قدرش يحقوا على الميدان. ولكن قلبت طاولة لهذا، أمريكا أيضا، روسيا لوحت بالفيتو، الصين لوحت بالفيتو، الجزائر أبدت عن غضبها وامتعاضها وما حبتش واعترضت على المشروع. لهذا أمريكا أجرت لحد الساعة أكثر من 5 تعديلات. تخيل، على مشروع القرار الأول تم حذف بعض البنود، تم تعديل بعض البنود، وأيضا تم إضافة بعض البنود، لأنه أمريكا تعرف باللي لو كان ما تقومش بهذيك التغييرات ببساطه جدا تجي روسيا ولا الصين توعدوا قالوا له كان ما يديروش هذوك التغييرات رانا راح نستعملوا الفيتو وما يمررش القرار بخصوص قضيه الصحراء الغربيه. صراحه مع هذه التعديلات من المنتظر بعد بضع دقائق سيتم التصويت نهائيا، لانه الجلسه راهي انطلقت. لهذا متابعينا الكرام انتظروا واش راح يصرى في هذه الجلسه ونرجعوا لكم، ولكن الاقرب هو ان تمرر. وصراحه لانه مع هذه التغييرات اللي صارت كبيره جدا، ممكن جدا تقبلها الجزائر، الصحراء الغربيه، الصين وروسيا.